شو عم تعملوا عمو؟ نقى خبز. العالم بطرانة بنكب الخبز هون. لك قديش طلعنا واسعى فيه بالأرض. وده العالم بتعطي لحدا بتكبن. منين الخبز عم يجي؟ مساعدات اللي فاتت للناس. وانتم ما استلمتوا شيء؟ لا. لو استلمنا شيء في عنا ما كنا يجينا لهون لنقى خبز وناكله. من وين انتم؟ احنا من الحجر. كل عمل هدنة الا الحجر ما عملت هدنة. وانت شو عم تعمل كمان؟ هذا اخي عم يلم معي خبز. باكل نحطه مع الشوربة من عندنا. كيف عايشين انتم؟ عايشين بس على شوربة المي، على شوربة البهارات، على بهارات الاندومي والماجي. قد ايه صار لكم على هالوضع؟ إلنا فترة على الوضع. شي قلنا شهر. اهلكم موجودين؟ عندي أبي بس أمي طلعت لبرا وعصيت ومعها دفتر العيلة ما قدرنا نطلع كرت لنجيب كرتونة. وأبي ضايع هويته ما في شي يثبت على شخصيته إنه مع قبل الثورة ضاعت هويته ما معاه شي يثبت. قديش عمرك انت؟ عمري 10 سنين. شو بتتمني؟ بتمنى يرجع الأوضاع مثل ما كانت، ناكل كل شي ونشبع، مو مثل هلا الواحد ينام جوعان يفيق جوعان. معدته ما بتاكل من هون بتجوع من هون. ما تستحمل العيشة. أمي طلعت من الجوع بس نحن بدنا الصبر. كل الثورة بيصبر إسا. الصبر بالجوع وبهالشي بيصبر إسا. يعني إذا انتم ما معانا حدا معانا الله. يعني انتم صابرين هلا؟ صابرين الله بيفرجها. شو بتوجهي رسالة للعالم اللي تخلت عنكم؟ ما بوجه لشي ما بلا. كله طلع تركنا شو مين ضل معنا؟ كنا عيلة الخطيب رحنا ما أكبره بس كله طلع تركنا هون. ما بحكي للعالم إلا الله يهنيه.